السلام عليكم متتبعينا الكرام لمشاهدة قناة البعزاوي المهتمة بمجال البناء. اليوم إن شاء الله يستعد فريق العمل المكون من بنائين ومتعلمين لمسايرة وتبليط هذا المنزل من الداخل والخارج. والنقطة الأساسية التي أثارت انتباهنا في مدينة خريبكا بالخصوص وهو الثمن الذي تكلمت عنه سابقا، الذي يتفق عليه المعلم أو المعلم والمقاول أو ما يصطلح عليه بالعطاش والمقاول، مثلا لتبليط منزل ذو طابقين وما قذف السفلي من الداخل والخارج، والذي يتراوح ثمنه تقريبا في السوق وهو ابتداء من 12,000 درهم إلى 14,000 درهم. ومن هنا يتبين أن هذا الثمن الذي يتفق عليه تقريبا جل المنعشين العقاريين والمعلمين الذين يعملون بيدهم أو الذين يستعملون الملاسة كأداة لقوت يومهم، إنه غير منطقي ومقبول، لأن المعلم اليوم أصبح 150 درهم والمتعلم 120 درهم. والمطلوب من العطاش هو الإتقان والجودة في العمل. لهذا إخواني الحريفية لا بد من إعادة ترتيب الأمور وإعطاء لكل ذي حق حقه. فاليوم أصبح هذا الثمن، أصبح المعلم أو ما يصطلح عليه بالعطاش يلفت سخطا لكل من يتعامل بهذا الثمن، والذي يستعد للاتفاق على هذا المبلغ، فإنه غير منطقي. إخواني الحريفية، لا بد أحثكم عن إعادة ترتيب الأمور إلى نصابها، وخصوصا في مدينة خريبكا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسونا إخواني بالبارتاج وتفعيل زر الجرس، فإننا نبقى متشبثين بمبادئنا حتى ترجع الأمور إلى نصابها. والسلام عليكم.